وإنه لمن دواعي السرور والغبطة أن أثمن عقد الشراكة بين عميد الأندية الجزائرية وأعرقها نادي مولودية الجزائر وعملاق الصناعات التكنولوجية في العالم هايسنس. هذه الشركة التي دخلت قائمة أفضل 4 مصنعين للتلفزيونات في العالم، والتي نتشرف باختيار مسؤولين هذه الأخيرة لعميد الأندية الجزائرية. هذا الكيان الكروي الذي كان ولا زال رائدا في كرة القدم الجزائرية، فكما لا يخفى على الجميع يعتبر فريقنا عميد الأندية الجزائرية، فقد كان السباق لتأطير الجزائريين في فريق واحد وممارسة كرة القدم حفاظا على الوحدة والهوية الوطنية. مولودية الجزائر كانت السباقة أيضا في رفع الراية الوطنية قاريا عندما توجت بأول كأس إفريقية للأندية البطلة عام 1976، وفتحت الباب أمام باقي الأندية الجزائرية لمقارعة كبار القارة في إنجاز غير مسبوق صاحبته الثلاثية التاريخية الخالدة. نالت بفضلها المولودية باعتراف من نادي القرن وعملاق الكرة العالمية ريال مدريد، الذي وجه الدعوة للمولودية للمشاركة في الاحتفالية النادي الملكي بذكرى تأسيسه 75 آنذاك. لن يسعنا الوقت حتما لتعداد إنجازات المولودية في هذه المناسبة، ولكن نسعد بوجود اللاعبين من مختلف الأجيال الذين كتبوا جزءا من تاريخ العميد. على سبيل الذكر لا الحصر السيد وهاب زنير، السيد عمار بطروني، والسيد عبد النور كاوا اللي راهم حاضرين معنا اليوم.